السلام عليكم البنات وأهلا بكم في قناتي اللي تجمع بين الثقافة والمطبخ المشرق والمغرب العربي. اليوم إن شاء الله راح نعمل حلويات جافة سهلة وبسيطة واقتصادية، وصدقوني طعمها أكثر من رائع. أنا متأكدة راح تعجبكم، وخصوصا الناس اللي تحب جوز الهند أو طعم جوز الهند. فياريت تتبعوا الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وياريت تكترونا من اللايكات. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ في المقادير. بالنسبة للمقادير محتاجين 250 جرام من الزبدة تكون طرية، جد مهم. ومحتاجين 125 جرام من السكر الناعم، عندنا 50 جرام من النشا اللي هو لا مايزينا، رشة ملح، فانيليا، ملعقة صغيرة من الفانيليا، 2 حبات بيض، كيس من لا لوفور اللي هي البيكنج باودر، وعندنا عطر الليمون. لكن المستحسن طبعا نستعمل بشر الليمون الطبيعي، انا ما كانش متوفر عندي فعوضته بعطر الليمون. اما بالنسبه للافارين هي دقيق، محتاجين تقريبا 500 جرام اللي هي نص كيلو، ومحتاجين طبعا جوز الهند ومعجون المشماش. في إناء نحط الزبدة تاعنا 250 جرام، مثل ما سبقت وقلت لكم لازم تكون طرية، نقطة جد مهمة. نحط 125 جرام من السكر الناعم، نخلط السكر مع الزبدة بطريقة جيدة لغاية ما السكر يذوب ويعني يتجانس مع الزبدة. وبعدها نضيف 2 من حبات البيض. هنايا اللي ما عندهاش المضرب الكهربائي تكمل تستعمل ايدها، لكن طبعا المضرب الكهربائي يكون أسهل ويعني عملي أكتر. هنا بعدها نضيف المايزينا، اللي هي النشا. هنا استعملت تقريبا 50 جرام اللي هو ما يعادل معلقتين كبار مليانين من النشا. وبعدها نضيف عطر الليمون، مثل ما سبقت وقلت لكم انا ما كانش عندي متوفر بشر الليمون فاستعملت العطر. نخلط كل هذه المكونات حتى يتجانسوا بهذه الطريقة. وفي هذه المرحلة لما ضفت عطر الليمون كنت ضفت كمان الفانيليا. بعدها نبدأ نضيف بطريقة تدريجية لافارين تاعنا اللي هي الدقيق، وطبعا لازم نغربلها، كل المكونات لازم تتغربل، نقطة جد مهمة. نبدأ نضيف لافارين تاعنا بطريقة تدريجية بهذه الطريقة. طبعا العجينة تاعنا يعني هي مجرد ان احنا نجمع العجينة، مش يعني محتاجة العجن، ما لازمش نعجنها بهذه الطريقة مثل ما كو شايفين. وبعدها نضيف الكيس من الفيغ اللي هي البيكنج باودر اللي هو نفسها لازم نغربله. انا نحب نضيف لاليفيغ او البيكنج باودر في نص الدقيق، بين يعني ما بين الدقيق، ونرجع نغربل. نضيف الجزء الثاني من لافارين من الدقيق بهذا الشكل، ونرجع نجمع العجينة. هنا بعد ما جمعنا العجينة تاعنا راكو شايفين هذا هو القوام اللي احنا حابينه. هنا استعملت 450 جرام من الفارين. مثل ما كل مرة نقول لكم الفارينات تختلف من نوع لآخر في امتصاص السوائل، وخصوصا احنا كنا ضفنا النشا 50 جرام، فهذا عوض على هذا. هنا نخليها نحطها في بلاستيك غذائي، ونخليها في الثلاجة ترتاح تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة نقسمها على 2، ونبدأ نحطها على سطح العمل، ونبدأ نفتحها بهذه الطريقة. طبعا واحنا نفتح العجينه تاعنا لازم نرش شويه من لافارين دقيق على سطح العمل حتى ما تلصقش. هنايا اخذت يعني كرتون، اي كرتون، وعملت مقاس 7 على 7 سنتيمتر، حتى نشكل حبات الحلويات تاعنا. لكن هاد القالب او هاد القطعه بصراحه متوفر في المحلات، انا ما كانش عندي متوفر في هاد المقاس، فيعني اخذت كرتون واستعملته، واخذت المقاس اللي انا حباه 7 على 7 سنتيمتر واستعملته في تقطيع
هاد المربعات. بعدها بعد ما شكلت المربعات نضغط شوية عليها، لأنه السمك ما لازمش يكون يعني سميك، العجينة تاعنا ما لازمش تكون سميكة. وبعدها واش نعمل هنا بالنسبة للحشوة؟ عندنا مربى المشمش، حشيتها بشوية مربى المشمش بهذه الطريقة. ما لازمش نوصل للأطراف حتى ما تطلع لناش المربى. وضفت لها رشيتها شوية جوز هند ولويتها بهذا الشكل، عملت لها هذا الشكل. وطبعا لو حسيت انه في زوائد ممكن نمسحهم. وبعد ما نشكل كل الحبات نحطهم في صينية تروح الفرن. نقطة مهمة، الفتحة اللي تكون اللي نغلق بها لازم تكون من تحت، يعني نحطها على من تحت حتى ما تفتحناش لما نحطها في الفرن. طبعا نكون سخنا الفرن على درجة حرارة 180 مسبقا. نحط صنيوة تاعنا أو صينية لغاية ما يكونوا جاهزين. هنا بعد ما جهزوا ما كنتوا شايفين هما أخذوا لون خفيف من تحت. وبالنسبة للتزيين هنا وش عملت؟ أخذت مربى ودهنتهم بالمربى، مربى المشماش. وبعدين نغلفهم أو نغطيهم بجوز الهند بهذه الطريقة. نرجع نعمل وحدة، يعني تزيين بسيط وسهل وحيدي طعم رائع للسابلي تاعنا وشكل جديد. نحط المربى، ندهن بالمربى ونغطيهم بالجوز الهند بهذه الطريقة. طبعا ممكن تغيروا في طعم المربى، تستعملوا أي نوع مربى ذوق تاني غير المشمش. لكن المشمش مع الجوز الهندي يدي طعم أكتر من رائع، فجربوها بهذه الطريقة. هادو هما لي سابلي تاعنا. هنا ممكن نخليهم بهذا الشكل، يكونوا يعني شكل بسيط وهايل. انا وش عملت؟ رحت ضفت لها ذوبت شويه شوكولا سودا وحطيتها في بوش ادوي. وبعدين عملت لهم يعني زينتها بهذا الشكل بالخطوط هذه، يعني لكن حاجة طبعا اختيارية. أنا حبيت نعمل هذه الإضافة، وهذا هو الشكل النهائي. يطلعوا طريين وهشين وطعمهم رائع صدقوني، وطريقة سهلة وتدينا كمية كبيرة من هاد حبات الصابلي. هنا راح نقسم واحدة حتى تشوفوها يعني طرية، عن جد عجينة طرية وهشة وطعمها رائع. ففيديو نهار اليوم البنات راهو خلص، نتمنى يكون أعجبكم. أنا ما بقى لي غير نقولكم اتهلاو في روحكم، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحد آخرين. يلا البنات مع السلامة، باي باي.